اول سبب يا جماعه تغيير القفص. يعني تلاحظ ان في واحد كل شويه يغير مكان القفص، يقول لك ايه اما احط القفص في البلكونه شويه، اما احط القفص في الاوضه شويه. طبعا يا جماعه تغيير القفص عامل خطير جدا، بيقول للحيوان، يعني كانك بتقول للحيوان ان مفيش استقرار. وطبعا احنا عارفين ان الطائر بيحب الاستقرار، عشان كده احنا بنلاحظ ان لما الطائر بيغير المكان، لما انت تروح تشتري طيور وتعلقها عندك في البيت، طبعا الطائر ده غير المكان. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو بيتوقف عن التزاوج فتره حتى يشعر بالاستقرار. فرجاء لو انت فعلا عايز الطيور تبيض ما تغيرش المكان. ولذلك احنا بنحفز وبنقول ان هو يا ريت ان انت تشتري الطيور صغيره، يا ريت تشتري الطيور صغيره وتربيها عندك في البيت. الطيور دي هتبقى عارفه ان المكان دوت هو بيتها في استقرار، عشان كده هتبيض بسرعه. طيب، عندنا تاني سبب بيخلي طيور الكوكتيل ما تبيضش، هو عدم التوالف بين الذكر والانثى، ان مفيش حب. طبعا احنا بنقول ان الطيور اللي بينها وبين بعضها حب بيحصل بينها تفريخ اكتر. يعني لاحظ كده ان لما يكون في حب، لما يكون في توالف بين الزوجين، بيحصل في انتاج اكتر، وبيحصل في رعايه، وبيحصل في عنايه بالاجنه. بخلاف بقى طبعا ان ما يكونش في توالف. لما ما يكونش في توالف، طبعا كل نقطه من النقط اللي انا بقولها ديت محتاجه فيديو كامل، انا مش عايز اطول. لكن عدم التوالف بين الذكر والانثى بيكون سبب رئيسي ان الانثى لا تدخل البياضه. بنلاحظ ده ازاي؟ طبعا بنلاحظ ان الذكر يا جماعه، بنلاحظ الذكر بيقف بعيد عن الانثى. يعني طبعا بالليل بنلاحظ الانثى بتقف جنب الذكر، الاثنين جنب بعض، فدي دليل على التوالف بينهم. انما نلاحظ ان الذكر لوحده والانثى لوحدها، يبقى ده دليل على عدم التوالف، وان الانثى بتضرب الذكر. 3 ايضا عدم توافق العمر. من الاسباب اللي بتخلي طيور الكوكتيل ما بتدخلش البياضه ولا بتبيض عدم توافق العمر. يا جماعه لازم يكون الذكر اكبر من الانثى، لازم يكون الذكر هو الاقوى. لو كانت الانثى اكبر من الذكر فطبعا ده بيكون عامل خطير جدا، ان الانثى بتضرب الذكر. وطبعا احنا عندنا اول يعني سبب العمر. ممكن انت تجيب الطيور وهي صغيره وتقعد تنتظر وتقول الطيور ما بتبيضش ليه؟ فبنقول ان لازم الطيور دي تبلغ. طيب الطيور بتبيض امتى؟ طيور الكوكتيل بتبلغ وبتضع البيض عند عمر 8 شهور. طبعا في بعض الطيور، وده يعني شاذ، يعني عمليه شاذه، يعني نادرا ان في بعض الطيور الكوكتيل بتضع على عمر 6 شهور. طبعا ده غلط. الافضل ان الطيور تضع على 8 شهور. ولو انت يعني تركتها لحد ما تبلغ سنه كامله او لحد ما تبلغ 10 شهور بيكون افضل جدا، يا ريت. لان طبعا لو الطيور تزوجت في سن صغير 6 شهور بيؤدي دوت لامراض ومشاكل كتيره جدا، زي مثلا احتباس البيضه، وزي مثلا عدم وجود تخصيب للبيض. فيا ريت نراعي السن. يبقى الطيور بتبلغ عند سن 8 شهور بتصلح للتزاوج. اقل من كده بيكون يعني مش افضل. وطبعا لكل قاعده شواذ، الافضل انت تستنى عليهم 10 شهور. طيب، عندنا يا جماعه من الاسباب اللي بتخلي طيور الكوكتيل ما تبيضش ان الخطا في الجنسين، الخطا في الجنس. فطبعا انت بتلاحظ ان بالذات طيور الكوكتيل طيور صعبه في التمييز بين الذكر والانثى، ودي طبعا مشكله كبيره ان انت ما انتش عارف اللي قدامك ده ذكر ولا انثى. عشان كده لازم تشتري الطيور من مصدر موثوق، ومن انسان يكون خبير. حتى بعض الناس اللي عندهم خبره برضك بيحصل عندهم خطا كبير في تمييز الذكر من الانثى، بالذات في كوكتيل الالبينو. يعني بيحصل خطأ كبير، وممكن الواحد يستنى سنة كاملة، واللي في القفص هو متخيل ان الطيور اتأخرت في وضع البيض. وطبعا الطيور اما ان يكون ذكرين او بنتين، فبالتالي مش هيحصل وضع البيض. فلا بد ان يعني تستعين بخبراء. وطبعا افضل حاجة يا جماعة بالذات للكوكتيل الالبينو ان انت تعمل تحليل الDNA، وده طبعا بيكون كده وضح بالظبط الفرق بين الذكر والانثى عشان نبعد تماما عن المشكلة دي. طبعا عندنا برضك من المشاكل اللي بتخلي الطيور ما بتضعش البيض ان الغرفه اللي انت حاطط فيها الطيور مفتوحه، وبيدخل فيها الحيوانات، بيدخل فيها القطط، بيدخل فيها الفئران. طبعا الحاجات دي كلها بتخلي الطائر يشعر بعدم الامان، بعدم الثقه في المكان اللي هيضع فيه البيض. كل ما الطائر شعر بالامان كل ما الطائر وضع البيض بسرعه فائقه. عشان كده اقفل الاوضه كويس جدا، واحكم الاوضه، ما تدخلش فار، لان الفأر ده هو او اي حيوان تاني زي القطه او اي نوع من الحيوانات هيدخل على الطيور، هيدخل في العشه في الغرفه، هيؤدي الى فزع الطيور.
كمان الاصوات المرتفعه، لما صوت مرتفع مره واحده، الناس اللي حاطه غرفه الطيور بجوار مثلا مصنع مثلا نجاره او اي مصنع فيه ضجيج وفيه ارتفاع للاصوات، طبعا ده بيؤدي الى مشكله كبيره، ان الطيور بتبقى في حاله فزع وفي حاله رعب. وبنلاحظ دوت في جناح الطائر، نلاحظ ان جناح الطائر فيه اثار الدم. الاثار الدم دي جت منين؟ جت لان الطائر بيفزع فبيضرب جناحه في القفص، فبالتالي بيحصل نزيف لجناح الطائر. ايضا من المشاكل ومن الاسباب اللي بتؤدي الى عدم وضع الطائر للبيض مشكله الذكر نفسه، ان الذكر ده ممكن يكون كبير في السن، ان الذكر ده ممكن يكون صغير في السن، ان الذكر ده ممكن يكون عنده برود جنسي، وده بيكون نتيجة أسباب كتير. ممكن يكون حصل التهابات في الأعضاء التناسلية، ممكن يكون نتيجة السمنة المفرطة. عشان كده بنقول ان السمنة المفرطة احد الاسباب اللي بتؤدي الى عدم وضع الطائر للبيض. يعني الانثى ممكن تكون مشحمة، مصابه بسمنه زائده، وده طبعا نتيجه سوء التغذيه، نتيجه ان انت على طول حاطط على طول حبوب على طول للطائر، ما بتنوعش للطائر، ما بتحطلوش خضروات، ما بتحطلوش فيتامينات، ما بتحطلوش املاح معدنيه، فده طبعا بينعكس على ان الطائر بيصاب بمشاكل كثيره. برود الطائر، ما هو انت ما بتحطش محفزات، ما بتحطش خضروات، ما بتحطش جرجير، ما بتحطش خس، ده كله بيؤدي الى برود الطائر. وادام الطائر بارد جنسيا ما بيحفزش الانثى على وضع البيض. عندنا ايضا من الاسباب يا جماعه ان انت تقعد كل شويه تخرج الطائر من القفص. يعني مثلا ممكن يكون الذكر مثلا ذكر الكوكتيل مثلا ذكر انت اكلته تاكيل يدوي، فكل شويه تطلعه من القفص وتلعب معاه وتدخله تاني، ده طبعا عامل بيؤدي الى ان الطائر ما بيشعرش بالاستقرار. سيب الطائر زي ما هو في المكان عشان ما تشغلوش، عشان على طول يستمر في الدخول البياضه ووضع البيض والاستعداد له. طبعا يا جماعه من الخطا الكبير جدا اللي احنا بنرتكبه، والخطأ ده أيضا بيؤدي إلى عدم وضع الطائر للبيض. الخطأ دوت يا جماعة هو كثرة الدخول على الطيور، كل شوية تخش عليهم، كل شوية تدخل على الطائر. الطائر احنا قلنا في اول الفيديو ان الطائر الكوكتيل طائر يعني قلاق، طائر يعني بنلاحظ انه عنده رعب شويه، بخلاف مثلا الاسترالي. يعني الاسترالي يعني عادي لو انت قاعد جنبه عادي، ممكن ما فيش اي مشكله. انما طائر الكوكتيل لو انت كل شويه تدخل عليه، كل شويه تفتح البياضه، كل شويه يعني تخبط وتضرب على القفص، لا انت كده بترعبه، انت كده عمال كل شويه ترعبه. ويا ريت يا جماعه زي ما قلنا ان يا ريت ان انت تحسس الطائر بالامان. يعني ممكن تدخل للطيور مره واحده في اليوم، يعني مره واحده بس في اليوم وخلاص تقدم العلف. ولو انت دخلت كل مره كل يومين مره يكون افضل. يعني كل يومين تدخل مره واحده تقدم فيها الطعام، بيكون ده احسن، لان الطائر بيشعر بالامان كل يومين على ما يفزع مره. فانا بقول لك ان انت هتاخد طبعا انتاج كبير جدا. كل ما الطائر يشعر بالامان ويشعر بالاستقرار، كل ما هيعود دوت عليك بالنفع. اهم حاجه الامان، اهم شيء. وكمان ما تقعدش تفتح البياضه كل شويه، ما تفتحش البياضه الا في وقت الضروره القصوى، لا تفتح البياضه على طول باستمرار. الحياة عجائب.